في حلقة اليوم سنتحدث عن الزلزال الحقيقي الذي ضرب الإعلام الجزائري بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب المغربي أمام منتخب بوروندي في أول مباراة ودية ضمن التحضيرات الخاصة بكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. مباراة أكدت مرة أخرى أن أسود الأطلس داخلين المونديال بعقلية مختلفة تماماً، والأهم أن المدرب محمد وهبي فاجأ الجميع بلائحة أسماء جديدة وشابة قلبت الموازين وأشعلت النقاش في كل البرامج الرياضية العربية والإفريقية. المواجهة جاءت ضمن البرنامج الإعدادي الرسمي للمنتخب المغربي قبل كأس العالم، وسط متابعة إعلامية ضخمة وترقب كبير لمعرفة الشكل الجديد للمنتخب بعد التغييرات الأخيرة. البداية كانت من ملعب مراكش، الأجواء كانت استثنائية، والجماهير المغربية حضرت بكثافة من أجل مشاهدة أول ظهور لأسود الأطلس قبل المونديال. لكن الذي لم يكن يتوقعه أحد هو الطريقة التي دخل بها المنتخب المغربي المباراة: ضغط عالي، سرعة في التحول، انسجام واضح بين الخطوط، وكأن الفريق يلعب منذ سنوات بنفس التشكيلة. محمد وهبي كان يعرف جيداً أن هذه المباراة ليست مجرد مواجهة ودية عادية، بل اختبار حقيقي قبل أكبر حدث كروي في العالم. لذلك قرر أن يبعث برسالة قوية للجميع، سواء للمنافسين أو للإعلام الذي شكك في اختياراته خلال الأسابيع الماضية. المفاجأة الكبرى كانت في اللائحة التي أعلن عنها وهبي قبل المباراة: أسماء شابة لأول مرة تظهر مع المنتخب، لاعبين من أوروبا وآخرين من البطولة المغربية. والكل لاحظ أن المدرب يريد بناء مجموعة عندها روح قتالية وليس فقط أسماء كبيرة. التقارير المغربية أكدت أن وهبي اعتمد على قائمة أولية تضم 28 لاعباً قبل الحسم في اللائحة النهائية الخاصة بالمونديال. منذ بناية اللقاء، المنتخب المغربي فرض شخصيته بقوة: تحركات سريعة، ضغط متواصل، وسيطرة كاملة على وسط الميدان، بينما منتخب بوروندي وجد نفسه عاجزاً أمام النسق العالي الذي فرضه لاعب المغرب. الإعلام الجزائري دخل في حالة صدمة حقيقية، لأن أغلب التوقعات كانت تقول إن المنتخب المغربي سيعاني بسبب التغييرات الكثيرة والأسماء الجديدة، لكن الذي حدث كان العكس تماماً. المنتخب ظهر بصورة قوية ومنظمة، وكأنه جاهزاً مباشرة لخوض مباريات كأس العالم. العديد من الصفحات الجزائرية بدأت تتحدث عن القوة البدنية والسرعة الكبيرة التي ظهر بها لاعب المغرب، والبعض الآخر اعترف أن محمد وهبي نجح في تكوين مجموعة عندها مستقبل كبير جدا. الأمر الذي زاد من الجدل هو أن وهبي لم يعتمد فقط على النجوم المعروفين، بل منح الفرصة للاعبين شباب يريدون إثبات أنفسهم، وهذا ما جعل الإيقاع مرتفعا طوال المباراة، لأن كل لاعب كان يقاتل من أجل حجز مكانه في قائمة كأس العالم. الصحافة المغربية بدورها أشادت كثيراً بطريقة لعب المنتخب، خاصة أن المباراة جاءت بعد فترة طويلة من الانتقادات والشكوك حول قدرة الجيل الجديد على الحفاظ على إنجاز مونديال قطر. لكن الرسالة كانت واضحة: المغرب لا يريد فقط المشاركة في كأس العالم، بل يريد الذهاب بعيداً مرة أخرى. تقارير رياضية مغربية أكدت أن الجهاز التقني اختار مباريات ودية متنوعة من أجل اختبار عدة خطط تكتيكية، خاصة أمام المنتخبات التي تعتمد على الدفاع المتكتل مثل بوروندي ومدغشقر، حتى يكون المنتخب جاهزاً لكل السيناريوهات الممكنة في كأس العالم. في الشوط الثاني ظهرت قوة دكة البدلاء المغربية، حيث دخلت أسماء جديدة وقدمت مستويات ممتازة، وهذا بالضبط ما جعل الإعلام الجزائري يتحدث عن عمق التشكيلة المغربية، لأن المنتخب لم يعد يعتمد على 11 لاعباً فقط، بل على مجموعة كاملة جاهزة للمنافسة. واحدة من أكثر النقاط التي أثارت الانتباه هي الانسجام الكبير بين اللاعبين، رغم أن بعضهم يشارك لأول مرة مع المنتخب الأول، وهذا يحسب لمحمد وهبي الذي يبدو أنه اشتغل كثيراً على الجانب النفسي والتكتيكي قبل هذه المباراة. الجماهير المغربية خرجت سعيدة جداً بعد نهاية اللقاء، ليس فقط بسبب الفوز، بل بسبب الأداء والطريقة التي لعب بها المنتخب، لأن الجميع شعر أن هناك مشروعاً حقيقي يتم بناؤه من أجل كأس العالم. أما الإعلام الجزائري فبعض المحللين دخلوا في مقارنات مباشرة بين وضع المنتخب المغربي واستقرار مشروعه، وبين المشاكل التي تعيشها منتخبات أخرى في المنطقة، خاصة على مستوى اختيار اللاعبين والاستقرار التقني. وفي النهاية هذه المباراة أكدت حقيقة واحدة: المنتخب المغربي قادم بقوة إلى كأس العالم، ومحمد وهبي نجح في إسكات الكثير من الانتقادات بأفضل طريقة ممكنة داخل أرضية الميدان. الآن السؤال المطروح: هل يستطيع هذا الجيل المغربي تكرار إنجاز مونديال قطر، وربما الذهاب أبعد هذه المرة؟ وهل فعلا أصبح المنتخب المغربي أقوى منتخب عربي وإفريقي في الوقت الحالي؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد عن أخبار المنتخب المغربي وكرة القدم العالمية.
وبعد صافرة النهاية مباشرة، بدأت ردود الأفعال تشتعل بشكل غير عادي، خاصة على القنوات الرياضية الجزائرية وصفحات التواصل الاجتماعي، لأن الكثير لم يكن يتوقع أن يظهر المنتخب المغربي بهذه القوة والجاهزية في أول اختبار ودي قبل كأس العالم. أحد المحللين الجزائريين قال بالحرف إن المنتخب المغربي أصبح يملك شخصية المنتخبات الكبيرة، بينما آخر اعترف أن أكثر شيء أخافه في المباراة ليس النتيجة، بل العقلية التي لعب بها اللاعبون، لأنهم دخلوا وكأنهم في مباراة رسمية وليس لقاء ودياً. والغريب أن التركيز الأكبر بعد المباراة لم يكن فقط على الفوز، بل على الأسماء التي دفع بها محمد وهبي، لأن الجميع كان ينتظر قائمة تقليدية مليئة بالنجوم المعتادين، لكن المدرب المغربي قلب كل التوقعات. وهبي قرر يغامر بلاعبين شباب، بعضهم لأول مرة يحمل قميص المنتخب الأول، ورغم ذلك ظهروا بثقة كبيرة فوق أرضية الملعب، وهذا ما جعل الجماهير المغربية تدخل في حالة حماس كبيرة للمستقبل. الجمهور في ملعب مراكش كان يتفاعل مع كل لقطة، كل تمريرة، كل ضغط على المنافس، وحتى بعد التبديلات لم ينخفض الإيقاع، بالعكس المنتخب أصبح أسرع وأكثر شراسة هجومية. وهنا بدأت الأسئلة تطرح بقوة داخل الإعلام الجزائري: كيف استطاع المغرب تكوين هذا العدد الكبير من اللاعبين الجاهزين؟ كيف أصبح المنتخب المغربي يملك هذا العمق في كل المراكز؟ ولماذا يبدو أن كل لاعب يدخل يقدم نفس الجودة ونفس الروح؟ الكثير من المتابعين ربطوا ما يحدث حالياً بالعمل الكبير الذي تم داخل مراكز التكوين المغربية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد النجاح التاريخي في مونديال قطر، حيث أصبح اللاعب المغربي يدخل أي مباراة بعقلية الفوز وليس فقط المشاركة. وفي وسط هذا الجدل، انتشرت مقاطع كثيرة من المباراة على مواقع التواصل، خصوصاً اللقطات التي أظهرت السرعة الكبيرة في التحول من الدفاع للهجوم والانسجام الواضح بين لاعبي الوسط والهجوم. أحد الصحفيين الجزائريين قال إن المنتخب المغربي لم يعد يعتمد على المهارات الفردية فقط، بل أصبح فريقاً متكاملاً تكتيكياً، وهي نقطة كانت دائماً محل انتقاد في السنوات الماضية. محمد وهبي من جهته بدأ هادئاً جداً بعد المباراة، لكنه كان يعرف أن الرسالة وصلت للجميع، لأنه لم يكن يبحث فقط عن الفوز، بل كان يريد التأكد من أن مشروعه يسير في الطريق الصحيح قبل الدخول في معترك كأس العالم. والشيء الذي لفت الانتباه أكثر هو الروح الجماعية داخل المنتخب، ما كانت هناك لاعب يبحث عن الأضواء لنفسه، الكل كان يلعب من أجل المجموعة، وهذه عادة هي العلامة الحقيقية للمنتخبات الكبيرة. حتى الجماهير المغربية في المدرجات رفعت شعارات تؤكد ثقتها في هذا الجيل الجديد، وكانت الأجواء في ملعب مراكش أشبه بمباراة مونديالية حقيقية، خاصة مع الحضور الجماهيري الكبير والحماس المتواصل طوال 90 دقيقة. وفي المقابل، بعض الصفحات الجزائرية دخلت في نقاشات حادة بعد المباراة، بين من اعترف بقوة المنتخب المغربي وبين من حاول التقليل من قيمة المباراة بحجة أنها مجرد مواجهة ودية. لكن الأغلبية اتفقت على نقطة واحدة: المغرب أصبح يمتلك منتخباً مخيفاً قبل كأس العالم. ومع نهاية هذا التوقف الدولي، يبدو أن محمد وهبي ربح عدة أشياء دفعة واحدة. أولاً، اكتشف أسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة. ثانياً، خلق منافسة قوية